مشرط الجراح يعيد تشكيل ملامح الفنانين بوتكس وأشياء أخرى. لم يعد الوجه الذي نراه على الشاشة هو الحقيقة كاملة، بل أصبح نسخة معاد تشكيلها بدقة داخل غرف العمليات، حيث تحول مشرط الجراح لمخرج خفي يعيد كتابة ملامح النجوم من جديد. انقسمت مسارات الفنانين أو المشاهير بين الرغبة في الكمال والضرورات الطبية القهرية، فمنهم من منحتهم الجراحة جاذبية مضاعفة، ومنهم من وقعوا في فخ المبالغات فغابت ملامحهم تحت حقن البوتكس وعمليات الشد والنحت، ووصلت ببعضهم لمضاعفات صحية. تصدرت الفنانة الشابة من عرفة منصات التواصل الاجتماعي مؤخرا بعد نشر صورة عبر انستجرام بملامح بدت مختلفة بشكل لافت، مما دفع جمهورها للتساؤل عن سر هذا التحول. كمان ورغم صمت من عرف، فإن الصور كشفت بوضوح خضوعها لعمليات جراحية دقيقة وحقن للوجه بهدف تحسين المظهر الخارجي أو علاج مشكلات طبية عارضة. وتعتبر الفنانة بسمة بوسيل من أبرز الأمثلة على التحول الناجح اللي تغيرت فيها ملامحها بشكل شبه كامل منذ ظهورها الأول في ستار أكاديمي بفضل جراحات دقيقة في الأنف والفن منحتها إطلالة أكثر جاذبية. وفي المقابل عانت نبيلة عبيد من مضاعفات قاسية بعد تدخل جراحي لشد الوجه، مما نتج عنه اعوجاج في الفم لا تزال تعاني من آثاره. وفي مأساة أخرى، تحولت رحلة حورية فرغلي من مجرد محاولة لإصلاح كسر في الأنف إثر سقوطها من فوق حصان إلى سلسلة من الجراحات المعقدة التي أدت لمشكلات مزمنة في التنفس. ولم يقتصر الأمر على النجمات، حيث لجأ النجوم الرجال للمشرط لأسباب تراوحت بين التجميل والضرورة الطبية. كشف الفنان أحمد سعد خضوعه لجراحات عاجلة لزراعة عظام الفك العلوي بعد معاناة مع التآكل، وهي جراحة كانت ضرورية لإنقاذ قدرته على التحدث بشكل طبيعي. كمان اعتمد تامر حسني على الجراحات التجميلية كجزء من تطوير صورته الفنية من خلال عمليات نحت الوجه وزراعة الشعر، معزز من حضوره كواحد من أبرز نجوم الجيل الجديد.